En diciembre de 2006, miles de trabajadores en la ciudad obrera de Majala El Kubra salieron a la calle desafiando la prohibición del derecho a huelga. La movilización laboral inicial fue comenzada por un grupo de mujeres cansadas de esperar la indecisión de sus compañeros hombres. Un lema se hizo famoso para reconocer a esas luchadoras, mujeres que valen como 100 hombres. أنا شيرين صالح من بورسعيد، بشتغل في مراكز المعلومات تابع لمجلس الوزراء. أنا طبعا بتكلم عن محافظة بورسعيد. بالنسبة لي احنا 134، من ال 134 دولت هم 12 ذكر والباقي كله ناس يعني. مرتب قليل قوي. الحاجه الثانيه غير معترف بينا، يعني ما كناش تامين صحي ولا تامين اجتماعي. كنا دايما عندنا خوف، احنا ملناش معاشات، ملناش اي حاجه. كانت جت لحظه كده احنا ليه نقف او احنا ليه ساكتين. انا بدات ان انا افكر، مش انا يعني، لا انا وزمايلي كلهم، احنا ليه واقفين لغايه كده او ليه احنا مش بنعمل حاجه. قلنا لا لازم نعمل حاجه. كان زي ما بيقولوا ايه، انتفاضه لمركز المعلومات يعني. فكانت البدايه الحقيقيه لينا كانت اول اعتصام، وكان ده 6/3، وده كان قدام مجلس الوزراء. احنا استمر البيات تقريبا ل 15 يوم، والاجمل ان برضه السيدات كانوا بيقعدوا مع الرجاله حفاظا عليهم، يعني مش قادرين يسيبوا الرجاله، لا احنا الستات معاكم، الستات قبل منكم. كان اهم شكل حلو فيه هو ان احنا قد ايه احنا كنا متعاونين مع بعض، وقد ايه السيدات كانت جايه باطفالها وباولادها. طبعا ده كان شيء جميل جدا ان هم يجوا من جميع المحافظات باولادهم، وقاعدين بيتحدوا كل المصاعب اللي هم فيها عشان يطالبوا بحقوقهم. واحنا فين حقنا، فين فلوسنا، فين معاشاتنا؟ في ناس كتير قوي في التعداد السكاني. في 6/3 دي كانت البدايه، بس احنا استمرينا لغايه فتره طويله. دايما بقول عليه هو عامل زي البيبي، لان احنا بقى قعدنا 9 شهور. كانت الثمرة الحقيقية بتاعتها كانت بعد عناء شديد جدا، كانت 26/10. ايه النتيجة؟ هل جاب نتيجة في الآخر؟ أيوه جاب نتيجة في الآخر، وفعلا أخدنا القرار إن أي نعم اللي طلع لنا قليل جدا، بس الضعف يعني زاد مرتبنا الضعف، بقى لنا تأمين صحي وبقى لنا تأمين اجتماعي، بقى لنا وجود، بقى لنا كيان. حاجة بنات؟ نعم. هو حضرتك ايه المشكلة بالظبط يعني؟ انتوا بتعملوا ايه؟ المشكلة انا عملت نظافة، شغالة في العلاج الطبيعي، شغال ورا. كان اول يوم في الشهر، جيت لقيته بيقول لي تعالي، انا عندي امر من الدكتور محمد مصطفى ان مفيش اي عاملة تستنى في المستشفى. قلت له انا شغالة في الشارع، انا شغالة بقالي 30 سنة، انا زي ما بقول لك كده، لا المريالة اللي انت لابساها ديت واطلعي يلا هات المفتاح اللي معاك كده. قلت له لما يجي التمريض من بره اسلم الاجهزه اللي انا اي جهاز يحطوه فيا انا. خدني وراح طلعني بره على البوابه وراح قافل عليا البابا من بره. قال لي ما فيش شغل هنا، وانا جاي امر من المحافظ من وزير الصحه ان ما فيش شغل لكم هنا. برضه نفس المشكله، يجي اي حد عضو مجلس شعب، عضو حلوا مشكلتنا دي محلي، يقول انتوا تعاقد يوميه، احنا ما لكوش حل عندنا الا ان انتوا تمشوا. لا ما فيش نقابه ولا في حاجه، مشينا طلعني من الشغل زي ما انا شايف كده. بقالي من يوم واحد في الشهر انا نايمه من النومه دي على البلاط هنا، وعندي السكر وتعبانه، بنباتوا الليل ونهار، وساعات بيبقى يقطع علينا النور بالليل، بنبقى نايمين في الضلمه. الحمام هناك اهوت في الاخر، هناك اهوت لوحده بالليل، نخش في الضلمه بالليل. طب احنا هنعمله ايه؟ احنا بايتين عشان حقنا، بايتين عشان حقنا. كان جاي انا زي ما انت شايف كده قفال جنازير علينا، اشكال والوان من فوق ومن تحت جنازير. يعني كمان الاكل اللي بيخش لنا مستخسروا ان احنا اي اكل يخش لنا يقول لما بيخش لهم اكل واشكال والوان مستخسر فينا اللقمه كمان ناكلوها. كلنا كنا نايمين، واللي تطلع تخش تروح المستشفى تيجي ترد يروح نرميهم قدام المستشفى هنا تاني، ما يقدرش يخلوهم يتدخلهم تاني. منعونا من الدخول
الجديده جايه بجديده قال لا اللي بيطلع ما بيخشش تاني. هي الجنازير والسلاسل اللي حطيتها دي سيادتك واحنا محبوسين منعونا اهو من دخولنا عشان خاطر ناخد حقنا. انتوا كلكم بالكم ايوه مش طالبين حقنا. احنا من يوم واحد يعني احنا من يوم واحد لسه طالعه امبارح كنت تعبانه عشان حتى لو كنت بسلس ما عادوش بيدخلوا حاجه خلاص. جيت طلعت النهارده عشان نروح ما فيش ميه نروح المستشفى الميري. جيت تاني ما رضوش يدخلوني تاني. باذن الله حاجه جديده يعني احنا طالبين عقد بسنه بس حقنا. انا واحده من الناس بقى لي 10 سنين وبعدين هو لما جه كان عقد بسنتين رجع خلى العقد ابو سنتين ده شهرين بشهرين وجه يوم 27/12 فسخ العقد وجينا للعمل قفل البيبان في وشنا قال لك لا ما فيش عمل. طب ازاي بعد 10 سنين انا هترمى بره؟ بعدين العقد كان ب 246 وكنا بناخده 180. فين ال 70 جنيه بيتخصموا؟ بيقول لك بيتخصموا تامينات ومعاشات. رحت المعاشات عشان اشوف اسمي انا اقول لهم احتمال الهاني ربيع قالوا لا ما فيش اسمه عندنا ده هو عامل بتاع جامعي. طب ازاي انا بقى اقعد بعد 20 سنه اطلع تاني في الشارع؟ وبعدين في العقد مكتوب ارباح وحافظ عمرنا ما خدناه عمرنا وبرده ما كلمناش. كان 180 جنيه وكنا حامدين ربنا وشاكرينه والحمد لله راضيين بيه. حتى ال 180 جنيه مش عايز يديهم لنا. ليه؟ مش طالبين منه احنا بناخدوه. هم دلوقتي جابوا شركه امن تابعه لمستشفى كفر الدار العام اللي هي ورا اللي هي مش تبعنا خالص. بتحرم مستشفى كفر الدار العام. المفروض تقبض منين؟ من مستشفى كفر الدار العام. الدكتور محمد مصطفى مدير الجمهوريه دي كلها قال لك لا شركه امن تقبض من العيادات عشان الصندوق فيه فلوس عشان يخشوا الناس الغلابه دي. الصندوق ده احنا اللي مالين. حقنا انا كنت اول ما جيت انا باخد 27 جنيه والله 27 جنيه وقعدت 3 شهور. اول ما جيت ما قبضتش خالص. بعد كده 27 جنيه بعد كده 50 جنيه مراحل كده 35 والله اول ما جيت 27 يعني عمرنا رايح 13 سنه احنا ما طلبناش بس غير عقد سنه وتبع الموازنه زي اللي عنده بالظبط زي اللي موجودين. قال لك لا متغير. انتوا لا. الهيئات الحكوميه الاخرى اللي تم تثبيت فيها المفروض احنا نثبت من زمان. احنا بقالنا 15 سنه وفي اللي 20 سنه والحاجه دي 30 سنه. اقل واحده في اقل واحده 5 سنين. بس احنا برضه عشان عارفين قلنا اقل حاجه حق لنا بس اقل بس حق عقد سنوي على ميزانيه ما قلناش يعني ما قلناش تثبيت كمان بعد سنه. وبعدين الكلام كله مناقض بعض. الدكتور محمد مصطفى عيد مدير عام العيادات الشامله ومحافظ الجمهوريه دي كلها بيقول العياده هتشتغل كمان شهرين. منين هتشتغل كمان شهرين ومنين بيمشينا احنا قبل ما تشتغل؟ كلام مناقض بعض. وبعدين هو قال هتشتغل كمان شهرين. اول امبارح بدا قصف تاني في العياده هد جوه تلت العياده بالظبط بورسلين وبياض وسيراميك. هد الحيطان كلها جابها عليها وطيها وجاب طوب من جديد يبدا فيه شغل تاني. كلام مناقض بعض. والصندوق فيه 3 ودايع ب 150,000 جنيه وفيها 122 فلوس نقديه. والعلاج الطبيعي شغال. الناس تنظيم اسره شغال. صيدليه شغاله. والمحرقه عنده جوه بتدخل دخل هو بيقبض منها لنفسه مكافاه كل 3 شهور 13,000 جنيه. وهو الدكتور محمد مصطفى هو الدكتور محمد شوقي زميله عاملين مستشفى الصفا في وش باب العيادات الناحيه الثانيه في مدخل العمود. مسك المستشفى ووقفها وخد كل الاجهزه ووصلها لكل مستشفيات البحيره. فضل المستشفى حتى كراسي المرضى عطاها المستشفيات كلها. يا باشا احنا عايزين حقنا بس اكتر من حقنا مش طالبين منه. والله اكتر من حقنا عايزين والله 13 سنه 180 جنيه 180 جنيه يعملوا سيادتك 180 جنيه يعملوا ايه؟ لا احنا هنكمل احنا مش هنسكت. احنا هنكمل. لازم نعرف المستشفى دي كانت شغاله تخدم كل يوم حوالي 10,000 بني ادم كل يوم على مستوى البحيره واسكندريه كمان. توقف لصالح مين؟ المسؤولين يجيبوا لنا حقنا يا هنولع في نفسنا زي يا باشا هو ده احنا لنا حق كده ولا لا يا باشا؟ يا باشا تعبنا احنا مش عارفين ده مبالغ مستقبليه. انتوا دلوقتي الحكم صدر النهارده هتنفذوه بعد شهر. اسمي ناهد محمد مرزوق عضو اللجنه النقابيه بالنصر الاسمده والصناعات الكيماويه بالسويس وعملي فيها ممرضه رئيسه قسم رئيسه هيئه التمريض. يعني حتى ده المركز المصري للحقوق الاجتماعية وجايين النهاردة نعمل حلقة نقاشية عن حقوق المرأة العاملة. إن شاء الله كمان في مفاوضة جامعية. أعمال عام أعتقد نسبة لحد 85% المرأة المصرية واخدة حقها ولكن لسه في طوائف بسيطة صغيرة ولا زلنا ما زالت لسه برضو التسويات المتكامله لسه ما وصلتش للنهايه. والطوارئ الاستباء مالها؟ دي 60%. بالنسبه للمؤهلات يعني لو انا وزميلي متخرجين من مؤهل واحد هو بيتعداني في الماديات. الإعانة الاجتماعية بيعلى فيها الزوج. الآنسة بتاخد 4 جنيه لما بتتزوج بتاخد 6 جنيه.
الزوج بياخد 10 جنيه، بالإضافة إلى نفس الاختصاصات اللي بتتخصم من الزوج بتتخصم من الزوجة، ولكن بتضاف الماليات على الزوج فقط، مع ان الاستقطاعات بتبقى من الاثنين. فاحنا بنطالب المرة الجاية في الخطوة الجاية ان شاء الله ان تتساوى حقها زي حق الراجل بالظبط، وخصوصا نفس الاستقطاعات هي نفس الاستقطاعات بتاعت الزوج. فرفعنا قضية حقي مش موجود، مش لاقياه، ضايع يعني. ولو انا سكت وغيري سكت وغيري سكت هيبقى فيها سلبيه. وان انا كبنت لازم يكون ليا راي المعبر عن بقيه زمايلي البنات، ولو كل بنت شافت زميلتها خايفه ومش قادره تعمل حاجه هي كمان هتخاف. Las trabajadoras egipcias volvieron a jugar un papel decisivo en la caída del régimen de Mubarak en febrero de 2011. Plenamente activas en huelgas y movilizaciones, no solo fueron uno de los causantes de la revuelta, sino que, especialmente en los últimos días, fueron el golpe definitivo contra un régimen agonizante. المرأة العربية اتغيرت جامد جدا، لا بالعكس ده بقى لها مشاركة كبيرة قوي، بقى رأيها مهم. عارف مهما كان الست العربية أول ست بتساند جوزها، وده أكيد الكل عارفه. وقت اللزوم بنبقى جدعان قوي وبنبقى واقفين وبنصد. ثورة